ازيكم عاملين ايه؟ النهارده حلقه جديده من برنامجنا وبرنامجكم الكوره في القهوه. معاكم ياسر ومهند وميدو ورا الكاميرا. النهارده جايين بتوبيك جديد وبفكره جديده ورانكينج جديد، وجايين ناخد رايكم فيه ونقول لكم راينا ايه في الموضوع ده. صح ولا ايه؟ صح. النهارده الموضوع عن اكتر 10 لعيبه كانوا المفروض طالعين بوتنشال ان هم هيطلعوا يعملوا حاجه، والموضوع ده خدوا الفلوب ونزلوا فعلا. ماشي. طبعا احنا كان في لعيبه كتيره كانت داخله معانا، بس احنا ما دخل يعني ما عرفناش ندخل كلهم، احنا متفقين على 10 بس. مظبوط. في حاجه بس احنا قعدنا اتفقنا مع انا وياسر قبل ما نبدا ان احنا هنخش ب10 6 زي بعض و4 مختلفين، بعد ما كل واحد قاعد يعمل نشوف مين اللعيبه اللي هنتفق عليها. في الاخر طلعنا احنا متفقين في 6 و4 مختلفين عن بعض. صح ولا ايه؟ مظبوط، تقريبا كانوا 6 اللي احنا اتفقنا عليهم. صح. فهنبدا نقول لكم ال10 لعيبه بتوعي وبتوع مهند، وبعد كده في الاخر زي ما متعودين هنرتبهم، وفي الاخر برضو مستنيين رايكم، مستنيين ترتيباتكم في الكومنتات، واهم حاجه ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب. طيب اول لعيب النهارده نقول جوفاني دوس سانتوس المكسيكي. ماشي. اللعيب ده طلع تقريبا 2007، كان راح لاماسيا، وكانت برشلونه يعني جابته من مونتيري، ودخل الاكاديميه وهو صغير. وعاده اللي بيدخل لاماسيا ما بيجليش، المفروض يعني ده الطبيعي. في كتير جاله يعني بس يعني مننا النهارده يعني على دي حقيقه من لاماسيا فعلا. قعد سنه في برشلونه، وبعديها حصل له حاجات بقى غريبه جدا. اللعيب ده لف كميه انديه مش طبيعيه. ده راح للسبيرز، راح ابسويش تاون، راح لوس انجلوس جالاكسي، راح امريكا. اللي كانت احسن فتره دي اصلا. لف كميه لف مش طبيعيه، مفيش لاعب في الدنيا مستقر يقعد يلف اللف ده كله. دي حقيقه. الغريب بقى ان اللعيب ده واخد الاولمبيات 2012، واخد كاس عالم تحت 17 سنه. يعني اللعيب كان متنجم له وكان متخدم له، وطلع مع لعيبه كبيره جدا جدا في برشلونه في الجيل ده، يعني 2007 2008، وفي الاخر خد الزحليقه. دي حقيقه. متفقين يعني. انا متفق معاك جدا في اللعيب من اكبر الفلوبات اللي شفتها في حياتي الغير مبرره الصراحه. دي حقيقه. ماشي، متفقين على اللعيب ده. متفقين. ماشي، تعالى نخش على اللعيب التاني. وهو انا بالنسبه لي باتو. اكيد. باتو ده كان المفروض ان هو طالعه يعني كان مفروش لها فرشه حلوه يعني. يعني كان مفروش لها ان هو لعيب برازيلي، وبدا في انترناشونال المفروض، وبدا معاهم كاس عالم انديه، لعب معاهم كاس عالم انديه وكسبوا كاس العالم الانديه ده، كسبوه على برشلونه. كاس العالم ده الاهلي كان بيلعب فيه اصلا، ولعبنا مع انترناشونال بتاعت ايه؟ اللي قاعد ينطط كوره على كتفه. كان الاهلي بيلعب انترناشونال، وباتو جاب جون في الاهلي، هو اللي جاب اول جون بعد ما فلافيو تعادل يعني. فاللعيب ده كان مفروش له فرشه حلوه، وكسب معاهم كاس عالم انديه، وبعد كده راح على الميلان. فالناس كلها ماشي طبيعي بالظبط. فالناس كلها قالت لك ده رونالدو الجديد، ورونالدو الظاهره الجديد، ومش عارف ايه وبتاع، وفضل ماشي شويه، وبعد كده برضه ركب الزحليقه، رجع من ميلان راح كورنثيانس تاني في البرازيل. انا بس نقطه بس صغيره، هو ارقامه في ميلان اصلا كانت كويسه. يعني ارقامه كان جايب لاعب 117 ماتش، جايب 52 جول تقريبا. انا ايه اللي يخليني اصلا ارجع البرازيل؟ كانت حاجه غريبه جدا. هو رجع تاني هناك، وبعد ما رجع تاني راح اعاره ساو باولو في البرازيل برضه، ورجع اعاره على تشيلسي، لعب ماتشين وجاب جول، وقعد 6 شهور ومشي، وراح ساو باولو، وبعد كده راح رجع فيها ريال تاني. فهو الموضوع هي لفت معاه، ما اعرفش هي لفت معاه كده ازاي، بس هو كان مفروش له فرشه ان هو ده مهاجم البرازيل اللي جاي. وبصراحه كان كويس جدا. انا ما فيش، مش شايف كان مفروش له فرشه ان ده المهاجم بتاع البرازيل لفتره كبيره يعني. بس انا متفق معاك جدا ان هو فعلا باتوا من الفلوبات في الفتره دي يعني. دي حقيقه الكبيره جدا. طيب دلوقتي انا عندي لاعب ثالث، وانت عندك لاعب تاني، صح؟ احنا مختلفين بقى. ماشي. انا اقول اللعيب بتاعي. ماشي. انا في لعيب مش عارف في ناس كتير سمعت عنه ولا لا، اسمه هاشم مستور. اللعيب ده اصوله مغربيه. انا هحكي قصته سريعا جدا. اللعيب ده طلع عنده 14 سنه، كان طالع من فريق اسمه ريجينيا في الدرجه الثانيه في ايطاليا ساعتها يعني. جاله عروض من السيتي، جاله عروض من ريال مدريد وبرشلونه ويوفنتوس واي سي ميلان، وفي الاخر الولد قرر ان هو يلعب في اي سي ميلان
يعني مش عارف برضو في فتره اصلا، في فتره ان 2014 2018 ده الميلان كان واقع، كان نجم الفريق جيرمي مينيز، يعني ده يا جماعه ده مش الميلان بتاعنا. فراح ومثل حتى ايطاليا تحت 16 سنه وبتاع بس خلال بقى الاربع سنين ما لعبش ولا ماتش. طب احنا جبناه ليه يا جماعه؟ يعني ليه جبنا لعيب والصحافه الايطاليه قعدت تمجد فيه بطريقه مش طبيعيه؟ هو بيلعب صانع العاب وكان مهاري جدا، بس كانت بقى انتقاداته ان هو لعيب ما بيلعبش للفريق النجوميه بس، عايز يتشهر وفيديوهات وفقط. سيدورف قال له نفس الكلام، جاتوزو غضب عليه وقال له نفس الكلام، وطلع بقى اعارات وراح فريق بقى ايه ريجينا وراح مش عارف لما. انا عايز اقول لك ان اللعيب ده حاليا عنده 26 سنه، يعني هم جايبينه عنده 16 سنه دلوقتي، عنده 26 سنه، يعني لسه اصلا قدامه فرصه. بيلعب في فريق الاتحاد التركي في الدوري المغربي، وبيمثل دلوقتي منتخب المغرب ومحدش سمع عنه حاجه يعني. ففلوب كان غريب جدا، تبدا بالميلان وتنتهي في الدرجه تقريبا الممتاز في المغرب يعني. اوكي، لا انا مختلف معاك بقى في اللعيب ده، انا اختلف المره دي. انا هروح لريناتو سانشيز. ماشي. ريناتو سانشيز كان بادئ برضو نفس البدايه اللي هي كانت هيوصل لان هو هيفضل في نص الملعب، ده هيبقى احسن خط وسط جاي على مدار ال 10 سنين اللي جايه يعني. ريناتو بدا في بنفيكا، لعب سنه واحده بس في بنفيكا، السنه دي اللي كان بيلعبها في اليورو مع البرتغال. انا عايز اقول لك ان هو لعب 32 ماتش مع البرتغال في تاريخه كله من سنه 2016 لحد دلوقتي، 12 ماتش منهم كانوا في 2016. هو البيك بتاعه هي كانت سنه واحده. بعديها البايرن راح اشتراه، قعد في البايرن 3 سنين، صح، منهم سنه اعاره، طلع اعاره فيها لشوانزا. السنتين اللي هو قعد فيهم في البايرن لعب فيهم 35 ماتش، وده كان بالنسبه لي انت هم اصلا جايبينه واخد جولدن بوي من بنفيكا. صح، جولدن بوي بتاع السنه بتاعتها دي، كان من نجوم اليورو في البرتغال في اليورو ده، هم كانوا واخد معاهم اليورو. فكان بالنسبه لي اللي هو، والبايرن ساعتها كانت وقت الانفجار بقى، انت المفروض تنفجر دلوقتي. والبايرن ساعتها كان كروس مشي وشفاينشتايجر مشي، وكان يعني كانت بيتمشى على اي نص ملعب تقيل. فانا بالنسبه لي كان الموضوع غريب جدا. بعديها بعد ما مشي من هناك راح قعد في ليل 3 سنين، خد معاهم دوري، وبعد كده راح باريس سان جيرمان. راح باريس قعد سنه، ودلوقتي في السنه الثانيه طالع اعاره في روما، ومفروض ان هو خلص الاعاره بتاعته ورجع على باريس. فهو بيلعب في انديه كبيره، هو هي دي بس للاسف نقطه اختلافي معاه. بيلعب في انديه كبيره بس هو مش واخد هو واخد هايب بتاعته بالظبط. هو يعني اللي هو كان المفروض ان يبقى يعني اقصى من كده كتير قوي، او احسن من كده كتير قوي كمستوى بالظبط. او تلعب بقى في انديه نص جدول، لان ده هو ده تمامك، هو ده مستواك. لكن يعني انت تفضل في الانديه دي كلها وما بتقدمش حاجه، فانا بالنسبه لي ده فلوب غريب يعني. ماشي، انا كلاعب مش مختلف عليه، اختلافي بس ان هو في الاخر مش فلوب برضه، مش الفلوب. وده على فكره ده اول واحد خد الجولدن بوي من البرتغال. ده اول واحد ياخدها فعلا. ده يعني اللي هو فده بقى اللي يعني خلاص بقى يعني ده اللي هيكسر الدنيا، ده اللي هيعدي. مفيش. طيب انا في لعيب عايز اقوله في الفلوب ليست بتاعتنا دي. اتفضل. مفيش اختلاف عليه، وهو دلوقتي في الفلوب وقدامه يلحق نفسه. انا بوجه له رساله، الحق نفسك. فان دي بيك لعيب تألق في فريق 2020 بتاع الشامبيونز ليج، واصلين سيمي فاينال مع إريك تين هاج، وفريق كله فوق الممتاز يعني، كلهم راحوا أندية وكلهم أثبتوا نفسهم. الغريب بقى ان اللعيب ده فان دي بيك دخل في قائمه الشورت ليست بتاعت احسن 30 لاعب المرشحين للبالون دور. دي حقيقه. فين يا جماعه دلوقتي؟ هو بندور فعلا كلنا عليه. اللعيب راح يونايتد، سلسله انحدار مش طبيعيه، قعد 4 سنين من 2020 ل 2024 جايب 4 تجوان. وده يعني انت لعيب بتلعب كام؟ بتلعب صانع العاب، وتقدر تلعب في نص الملعب، وتقدر تلعب ديفندر. يعني انت لو مش هوظفك هنا هوظفك هنا، لو مش سوسو تبقى سونيا، يبقى ما فيش لا وظفه هنا ولا هنا ولا هنا. هو انا بس كانت بالنسبه لي الغريبه، انا قلت لما تين هاج هيجي اليونايتد فان دي بيك هيرجع تاني ده للدور. اصلا كان المفروض بالظبط يعني. هو قعد سنتين عبال ما تين هاج جه 22 صح. فهو قعد سنتين مدفون من غير سنتين مدفون. فانا قلت لما تين هاج هيجي بقى هو هيبتدي ينور تاني، ولا نور ولا مفيش اي حاجه. يعني اخر فرصه ليه دلوقتي بيتهيألي وعنده 27 سنه او 29 سنه تقريبا. لا مش عارف سنه. هو كان 23 سنه 2020، فهو 27 سنه. المفروض بقى اخر فرصه جيرونا دلوقتي ان هو يثبت نفسه. هو راح جيرونا، اعتقد ان هو بقى دي اخر فرصه فعلا. واخر الموسم يسيبك في الفلوب ليست، اشيلك فان دي بيك.
عندك ماشي مين؟ انا متفق معاك طبعا على اللعيب ده. حلو. ده احنا دي من اللعيبه اللي احنا كنا متفقين عليها يعني. انا عندي بقى لعيب تاني هو حاتم بن عرفه. حاتم بن عرفه ده لعيب كان المفروض ان هو واخد هايب ان ده لعيب مهاري، وده لعيب هو مهاري الصراحه. هو لعيب مهاري ورجله حلوه ورجله مظبوطه على الجون وعنده كل المقومات ان هو يبقى لعيب جامد، وان هو يبقى احسن من 10 لعيبه او من احسن من 20 لعيبه ما عدا الرجوله الصراحه. فده ما حصلش. يعني هو قضى من يعني مش هقول لك نص مسيرته او اكتر من نص مسيرته قضاها في فرنسا. لعب في 7 فرق في فرنسا، منهم يعني اكبرهم ليلو. طب والله ده 7 ده كويس. انا تخيلت ان هو لعب في كل فرق الدوري. لا لعب في 7 فرق في فرنسا ولعب لنيوكاسل في انجلترا وراح عرض. كان ليه كام جون في نيوكاسل رايقين فتره كده في الفانتزي كانت. وفتره البي اس جي برده كان كويس فيها. كان بدا هينطق بس كل ما يروح نادي يقول هينطق. ما دي حقيقه ليه مش عارف. مش عارف. ما النادي اشتراك عشان انت كويس. في عرق اللعيب العربي برضه. يعني هو في السنه دي زي هاشم مستور بالظبط عرق اللعيب العربي فعلا. فراح هناك وبعديها بعد ما راح نيوكاسل راح هال سيتي في انجلترا. ما قعدش برضو كتير في انجلترا، قعد تقريبا 3-4 سنين وما كملش. وبعد كده راح بلد الوليد في مش بالترتيب بس هو رجع فرنسا تاني وراح بلد الوليد في اسبانيا وما لقاش نفسه، رجع تاني فرنسا. لا بس يعني لعيبه نوعيه حاتم بن عرفه وريناتو سانشيز بيحصل ايه؟ بينزل فريق قليل ينفجر، يوم جاي شاريه فريق كبير ينحدر، يوم رايح فريق قليل ينفجر. طب هو ليه ما لعبش بانفجار في فريق كبير؟ ايوه بص انا عايز اقول لك اصلا ان هو كان باين ان هو هيبقى لعيب فاشل من الاول خالص، من ان هو بس انا حاجه 2006 تونس عرضوا عليه ان هو يلعب هناك لمنتخب تونس. يعني هو تونسي اصلا، تونسي عنده اصول تونسيه، وعرضوا عليه ان هو يلعب كاس العالم معاهم 2006. انا فاكر اصوله الجزائريه زي لا تونسي. وعرضوا عليه ان هو يروح على طول. يعني هم كانوا خلاص صعدوا كاس العالم بعد ما هو يروح على كاس العالم. فهم عرضوا عليه ان انت هتيجي تلعب كاس عالم على طول يعني وهتيجي تلعب اساسي. رفض، قال لهم لا. فرنسا المشكله بقى ان هو عمل ايه في فرنسا؟ هو في كاريره كله مع فرنسا لعب 15 ماتش فيعني جاب جونين. فهي كانت كده العقليه باينه من الاول ان ده. بس انا الصراحه اتفرجت عليه في ليون، انا اتفرجت عليه مع كريم بنزيما، الاثنين كانوا طالعين طلعه مش طبيعيه مهند والله العظيم. واخر موسم قبل انتقال ده ده اللي راح مارسيليا وده راح ريال مدريد، وكانوا عاملين موسم جبار. أيوة. والله العظيم كانوا هما الاثنين بالفريق كله، ده بيطلع وده بيقعد يعدي بالكره وهوب هوب هوب اتفضل حط جون، والتاني نفس الكلام بيردها له. كانوا ليه بقى ده راح في حته وده راح في حته ثانيه؟ مش عارف. طب ما نفس العرق العربي. بس مش عارف. بس سبحان الله بنزيما بقى يعني جده بيريز برضه بيعرف يعرف لا طبعا راح بيعرف يقرب يعني. اوكي احنا متفقين ابروفد. ماشي. في لعيب مش هيختلف عليه حد من جمهور مانشستر يونايتد. اللعيب ده كان جابه ديفيد مويس، ولما جابوا الصحافه اتكلمت عليه قارنته برونالدو وروني وجيجز بان هو كان من الناشئين. يعني الفريق اللي صعده كان ديفيد مويس، هو كان لحق في ماتش واحد وكان قاعد. كان اللعيب ده هو عدنان يانوزاي. طبعا اللعيب ده لما طلع 2013 كان الناس منبهره جدا يعني، ونزل ساعتها كانت اول ماتش ليه نزل مكان داني ويلبك وعمل قلق وشويه شغل كده ايه حلوين، والناس توقعت له ان هيبقى مستقبل باهر يعني. قعد من 2013 ل 2017 لعب 50 ماتش بس وجاب 5 تجوان يعني قعد 4 سنين 50 ماتش 5 تجوان. وسط ال4 سنين دول طبعا طلع اعاره دورتموند واعاره ساندرلاند، ولا عارف يثبت نفسه هنا ولا عارف يثبت نفسه هنا. الغريب بقى في الموضوع ان اللعيب ده لغايه النهارده عنده تقريبا 26 28 سنه بيلعب في لاس بالماس. ف خلاص هو استسلم. هل كان الصحافه نفخوا بزياده عشان ده مانشستر يونايتد مثلا، او كانوا مستنين حد، ولا اللعيب حصل له حاجه؟ بس انا ما شفتش ان هو اقنع اي حد يعني، مفيش نادي استقر عليه. هو اصلا من ساعه ما طلع هو كان لعيب عادي يعني. هو يعني
بس كلام لا بس انا اقول حاجه من ساعه اول ماتش بيلعبوا وانا سامع من قبليها عن عدنان يانزاي. ما هو واخد هايب مش بتاعته يعني احنا اكتشفنا ان هي مش بتاعته، بس يعني اكيد السكاوتس واكيد مدربين الناشئين قطاع الناشئين شايفين في حاجه. يعني لو لسه مثلا هنقارنه باللعيب اللي فات اللي هو حاتم بن عرفه، لا ده كان عنده حاجه يقدمها، فاهم شفناها بالظبط. بس انا هقول لك حاجه، زي اصلا ما شفناش منه حاجه. انا كفايه شهاده واحده ان السير اليكس فيرجسون في اخر ماتش ليه كان حاطه على الدكه، اكيد شاف فيه حاجه يعني ماشي. فلعيب فلوب غريب جدا بقى، لعيب اقل من المتوسط بيلعب في انديه بتنافس على الهبوط دلوقتي. لا انا هختلف انا معاك بقى في اللعيب ده. هروح شويه لمدريد، والفلوبات في مدريد يعني مش كتير قوي يعني. هروح لدرينتي باك الشمال ده 2007 2008 حاجه كده، هو جاي 2007. كان جاي من فاينورد في هولندا، قعد في فاينورد برضه سنتين. ما هي دي المشكله. لا هو قعد في مدريد 5 سنين. هي دي بقى يا راجل والله ما تهزرش. هو طلع في فاينورد 2005 ومدريد اشتراه في 2007. اوكي. الفتره دي كان جاي هو ومارسيلو، او مارسيلو كان جاي قبله بسنه، بس هم كانوا جايين هم الاثنين بيتنافسوا على الحته دي باك شمال. بس اللي انا فاكره ان درينتي كان بيلعب نص ملعب. ما هو كان بيلعب نص ملعب وكان بيلعب باك شمال. أوكي. يعني هو كان جاي بيلعب الاثنين. اوكي. ولعب في فترات كتيره قوي في مدريد باك شمال. وكان يعني هو كان بيلعب الاثنين، كان بيروح هنا وكان بيروح هنا. خد بالك الفتره دي كان في لعيبه تقيله قوي قوي واكله الجو، كان في فاندر فارت وروبن وتقريبا سنايدر بعديها. بس يعني الفتره دي مدريد اصلا ما كانتش كويسه. بس ايه كميه الهولنديين اللي انا عديتهم دول بالظبط ما كانتش ما هي بتيجي كل فتره كده بتلاقي مدريد جاب بلد لما شويه هولندا بعد كده البرتغال ودلوقتي البرازيل. فانت هتلاقيهم بيلموا حبه كده. بس قعد 5 سنين في مدريد، سنتين منهم اعاره، طلع بره سنتين اعاره، وبعد كده لف بقى روسيا على تركيا على رجع هولندا الدرجه الثالثه، واعتزل السنه اللي فاتت يعني ما قدمش اي حاجه تذكر يعني. فده كان فلوب برضو غريب جدا يعني الموضوع ده ابني بدأ. بس اقول لك حاجه، ده بدأ بالبيك، هيروح فين؟ بس هو بدأ فاينورد وريال مدريد يعني فاهم. خلاص بقى شكرا بس سلام يا عم الدنيرتي. بيتهيألي اللعيبه اللي هنقولها دلوقتي متفقين احنا عليها صح كده؟ دي حقيقه. اوكي طيب انا هبدأ بأفلاي. ماشي. ابراهيم أفلاي، لان ابراهيم أفلاي هو قصه غريبه جدا. هو لعيب برشلونه اشتراه 2010 من PSV ايندهوفن. حلو. قعد عندهم 5 سنين انا ما افتكرلوش كره واحده. ايوه فعلا ما افتكرلوش كره واحده، مع ان الفتره من 2010 2015 هو ما نافسش عتاوله. يعني هو كان في سانشيز، وكان سانشيز ده لعيب ده جايبينه من اودينيزي يعني ما كانش تقيل يعني. كان في فيا بيلعب شويه الحته دي، بيدرو كان لسه طالع من لاماسيا، فانت قدامك فرصه ما عملش اي حاجه. دي حقيقه فعلا لعيب فعلا كان مختفي. عارف المشكله الاكبر ايه؟ ان لعيب زي ابراهيم أفلاي ده لعب 2 يورو كاس عالم، انا ما افتكرلوش كوره واحده او لقطه واحده. ايوه لا هو لعيب ما جاش يعني. بس في الاخر راح برشلونه، انا ما اعرفش جابوه ليه. بس هقول لك حاجه بقى، يعني لما تيجي تتفرج عليه او تشوف ارقامه في هولندا كان منفجر بطريقه مش طبيعيه. خد احسن لاعب ناشئ اللي هي جائزه يوهان كرويف للعيبه الناشئين، خد احسن لاعب ناشئ في PSV في الدوري، وخد لعيب الدوري نفسه. فانت لعيب اهو منفجر وبيدي وجايبينه صغير، جايبينه تقريبا 23 سنه 20 سنه. ففي الاخر قدمت ايه؟ ولا حاجه. يعني في هولندا هيبقى عذره شويه، في لعيبه تقال بيلعب جنبه فدوره هيبقى مش واضح، بس في برشلونه كان قدامه فرصه ان هو يثبت نفسه. ايوه لا انا متفق معاك طبعا، هو ما جاش يعني. لعيب ما فيش اي حاجه انت ممكن تقدر تفتكرها له يعني. لا عندك في جعبتك مين؟ عندي اخوه برضو لعب في برشلونه برضه. ما هي برشلونه غريبه جدا والله العظيم يعني. دي حقيقه. انا عندي عتاوله بتطلع عتاوله او ابيض. دي حقيقه. انا عندي بويان بقى. بويان ده بقى برضه يعني كان قال لك ده ميسي الجديد يا الله، وطلع بنفس الستايل اللي طلع ميسي بيه، تسريحه الشعر نفس تسريحه الشعر ونفس القصر ونفس الملامح ونفس كل حاجه، وقال لك ميسي الاسباني. قال لك ده ميسي الاسباني. وطبعا ما فيش بقى، هو ما جابش حتى ميدو جابر يعني. بس انا عايز اقول لك مع كل احترامنا طبعا لكابتن ميدو جابر فوق راسنا يعني، بس بويان
اسبانيا زقته كتير، يعني برشلونه واسبانيا قعدوا يديله فرصه كبيره جدا يحاولوا. هو لعب قعد برشلونه ده 5 سنين تقريبا، 4 قعد 3 منهم في سنه منهم طلع اعاره، وبعد كده جابوه تاني، يعني جابوه تاني بس هو ما لعبش. يعني هم جابوه اشتروه راحوا مودينه اعاره الاياكس سنه، خلصت الاعاره راحوا ماشيينه راح ستوك. لف على كميه فرق الموضوع مش طبيعي. انا اصلا كان بالنسبه لي غريبه ان هو حتى برشلونه جابته جه وما لعبش، يعني هو جه طلع اعاره في السنه بتاعتها، خلصت الاعاره رجع مشي. لو انا متذكر يعني هو لعب مع اكتر من 10 فرق، لعب ستوك، لعب اياكس، ولعب ميلان، لعب روما ولعب اياكس، ولعب برشلونه، ولعب في اليابان، ولعب في لعب في فيتسل كوبي تقريبا اللي لعب في انيستا. ايه ده؟ ولعب وانا اقول لك حاجه بصراحه، انا لما اتفرجت على اللعيب ده والله كان يجيب، هو كان عنده بوتنشال. أيوة لا كان لعيب كويس فعلا جدا. أيوة. بس انت ليه بقى ما كملتش؟ حتى لو انت ما كانش عندك الفرصه في برشلونه ان انت تظهر، كان ممكن في ال10 فرق اللي قلناهم دول هتظهر في فريق واحد منهم على الاقل. لما ستوك سيتي على فكره قعد في ستوك 5 سنين برضه. أيوة قعد في فتره كبيره. حتى افلاي برضه، مش افلاي راح ستوك سيتي، ساندرلاند ولا ستوك يعني اللي هو كلهم يعني اتجمعوا هناك. هو تقريبا في شراكه بين ستوك وبرشلونه. مش فاهم يعني اللي يبوظ عندك يبعته مش عارف. اظن ان احنا كده خلصنا اللعيبه اللي احنا متفقين عليها، صح كده؟ كده خلاص. كده فاضل الاختلافات. بالظبط. اوكي، انا اقول اختلاف الاول، وانا مستغرب ان انت ده مش معايا انت فيه، يعني الصراحه يعني جاك ويلشر، يعني بسم الله الرحمن الرحيم، وانت مغمض جاك ويلشر يا جماعه ده اكبر فلوب في التاريخ. لعيب يعني كان بوتنشال مش طبيعي في اليورو 2007 تقريبا، يورو 2008 لا الاندر 17 دخل فريق البطوله، لعب في ارسنال 10 سنين، خد جايزه احسن لاعب في الدوري ناشئ 2011، وخد احسن لاعب في الدوري في ارسنال نفسه 2011. ده لاعب هينفجر، وتقريبا لعب يورو 2000 وكام، لعب يورو 2012 لعب يورو 2012 للفريق الكبير. فخلاص يا جماعه ده راجل مهيأ له كل حاجه ان هو ينفجر. احصائيته يا مهند ان هو لاعب خلال في ال10 سنين بتوع ارسنال اكنه بيلعب 15 ماتش فقط. من كام ماتش بقى بيلعبهم ارسنال على مدار الموسم؟ من 50 ل 65 ماتش. يا نهار اسود، ايه ده؟ 10 سنين على نفس الحال. في الاخر راح بورنموث وويست هام، وفي الاخر دلوقتي بيدرب قطاع الناشئين في ارسنال. فانا مستغرب ان انت مش واخد ده اكبر فلوب في التاريخ. ماشي، انا هروح بقى انا لحد انت برضو ما دخلتش معايا فيه، وانا مش عارف برضو بالنسبه لي كانت غريبه يعني. عادل تعربت. ماشي. عادل تعربت كان عندي مبررات. كان طالع طلعه برضو. ده كان واخد حاجاته، بيطلع له فيديوهات وبيطلع له حاجات اللي هو مين ده يا جماعه؟ ده حقيقة. مين ده؟ طب ما ورونا بقى حتى بيلعب فين. وبدا في لينس وراح توتنهام، ما مشيش مع توتنهام، وبعد كده راح كيو بي ار هو اللي انفجر في الكيو بي ار شويه، يعني هو دي اكتر فرقه انفجر فيها. خد معاهم الشامبيون شيب وطلعوا الدرجه الاولى، قعدوا تقريبا في الدوري الانجليزي 3 سنين. ولما هبطوا راح اعاره لفولهام سنه، ورجع تاني قعد معاهم 6 شهور في الدرجه الثانيه، ولما ما صعدوش راح طالع اعاره ثانيه للميلان 6 شهور، وما قدمش اي حاجه تذكر بعد كده يعني. وبعد كده راح بنفيكا، قعد هناك 7 سنين. 7 سنين دي لعب فيهم 89 ماتش. فانا كان بالنسبه لي ده فلوب غريب، يعني اللي هو من كل حاجه للولا حاجه. يعني هقول بس جمله اخيره على الحته دي، هو طالع من تحت وفضل تحت. شكرا. طب اخر لعيب في الليست بتاعتي انا بقول له برضو اخر فرصه ليك زي فان دي بيك، هو ديلي ألي. ديلي ألي في يعني قعد 5 مواسم مع توتنهام، اول 3 منهم كانوا كويسين، اول 2 كانوا فوق الممتاز. لعيب خد احسن لاعب ناشئ في الدوري 2 ورا بعض. فانت كل حاجه بتهيالك ان انت تبقى الكام او صانع العاب انجلترا القادم يعني. راح فين؟ حصل له ايه؟ محدش فاهم. ايفرتون، بشكتاش، راح دونز برضو الفريق اللي كان طالع منه، هو دلوقتي راح مع اللي راحوا. وما اظنش ان هو هيرجع. في لعيبه كده بتروح ما بترجعش. ديلي قال للاسف واحد منهم. اخر لعيب عندي هو جواو فيليكس كان طالعه غير عاديه من بنفيكا، وهو كان تاني واحد ياخد الجولدن بوي من البرتغال بعد ريناتو. واتلتيكو اشتريته ب 127 مليون من بنفيكا.
وهو في بنفيكا كان منفجر يعني، هو جاب 20 جون في 43 ماتش، وبعد كده برضو راح تشيلسي وراح برشلونه ولحد دلوقتي ما قدمش اي حاجه. بالظبط، اعلى سيزون جاب فيه جون كان 10 جون في سيزون مقارنه ببنفيكا يعني. راح برضو لسه ما رجعش، بس لسه عنده فرصه يعني، لسه 24 سنه. دي حقيقه، عشان كده ما دخلتوش معايا في الفلوب. ودي كانت الليست بتاعتي انا ومهند للفلوب ليست، ونستنى الفلوب ليست بتاعتكم في الكومنتات، سواء هتغيروا اللعيبه او سواء هتعيدوا الترتيب اللي احنا نفس اللعيبه اللي احنا حطيناها. مظبوط. ودي كانت حلقتنا النهارده لقائمه اللعيبه اللي لسه بندور عليها. كانت بوتنشال تبقى لعيبه وللاسف ما بقتش حاجه. مستنيين منكم اللايك والشير والسبسكرايب، وتقول لنا كل ارائكم في الكومنتات.